عارف الحياة مش بروفا ولا مسرحية، إنما ده عرض حقيقي وإنت البطل بتاعه وكمان مالكش بديل. الحياة دي هتعيشها مرة واحدة بس. بص بقى، اعمل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك وكل الأكل اللي بتحبه وصاحب اللي يقدرك وروح لأي مكان نفسك فيه حتى لو خيمة في آخر الشارع. تجربة أحلى من التردد. اشتري الحاجة اللي نفسك فيها، اعمل اللي هيحسسك بالسعادة. بقول لك كده لأنه في ناس بتعيش الحياة عشان غيرهم مش عشان نفسهم. كل يوم يعني بيصحى ويلبس اللي يرضي الناس ويضحك في الوقت اللي نفسنا نعيط فيه. ليه؟ عشان ما يقولوش علينا حاجة. بص، اقف ثانية بس كده واسأل نفسك، هو أنا بعيش حياتي ولا بعيش حياة اللي عايزها غيري إن أنا أعيشها؟ في علم النفس الكلمة دي صعبة شوية. في علم النفس في حاجة اسمها authenticity، يعني إنك تكون صادق مع نفسك، تعيش حياتك مش تمثل دور ما يشبهكش أو مش بتاعك. الدراسات بتقول إيه؟ إن الناس اللي بتعيش حياة متصالحة، أو الناس يعني المتصالحة مع نفسها، بتكون سعيدة أكتر، توترها أقل، عمرها أطول. ربنا قال إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني مهما تظاهرنا إحنا من جوانا عارفين إحنا مين والمطلوب إيه. نكون اللي ربنا خلقنا عشانه، مش اللي الناس عايزانا نكونه ولا اللي عاوزاه مننا.